يا صباح الفل وصباح السعادة وصباح الهنا. صباحكم كله محبة وفرح ورزق وراحة بال. صباحكم دعوة حلوة من القلب ليكم ولأولادكم ولأولادي، ربنا يجبرهم جبر يتعجب له أهل السماء وأهل الأرض. اللهم أمين. وكل اللي نفسه في حاجة يا رب اديله بزيادة. كل اللي نفسها في الزوج الصالح يا رب اديها الزوج الصالح عاجلا غير آجلا. وكل اللي نفسها في الذرية الصالحة يا رب ارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة. وحشتوني جدا يا بنات من الفيديو اللي فات. فيديو النهارده عايزه اقول لكم يعني كله طاقه ايجابيه كده وروتين فاخر من الاخر. وبقالنا كتير قوي ما عملناش الروتين ده مع بعض. الحاجات دي كده نتيجه فيديو التفريزات اللي احنا عملناه مع بعض، ومحدش يقول لي اعملي ميزانيات ولا تفريزات تانية يا جدعان. انا تعبت يا جدعان. تمام. وكمان نزلت اشتريت شوية مشتريات كده. فقلت بقى ان انا النهارده اشجعكم كده، وكل اللي كان عندها عزومه ومطبخها قايم قاعد زي كده، يلا يا حلوه قومي تشجعي كده معايا وصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وابدأي يومك بقى. يلا بينا كده نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف هنبدأ منين وننتهي منين في المعمعة دي. بس قبل ما نبدأ الفيديو فضلا منك وليس أمرا، لو أول مرة بتشوفيني قناتي يحب بيتك مع رشا، اشتركي في القناة وفعلي الجرس على كلمة الكل يا ست الكل عشان يوصلك مني كل فيديو بنزله. هنا بقى عايزة اقول لكم انا طبعا الفيديو اللي فات كنت عاملة تفريزات الفراخ، وكنت يعني عاملة كذا وجبة. فكانت المواعين كتيرة، انا كنت متعودة ساعات ان انا اخلص على نفسي المواعين. بس بصراحة انا حصل لي ظرف في النص كده، فاضطريت ان انا عايزه اخلص بسرعه، ما عنديش وقت ان انا آم، اقف اغسل مواعين وارجع اعمل الوصفه والى ذلك. تمام. فاضطريت ان انا بقى ايه يا بنات اركن كل المواعين اللي انتوا شايفينها دي، كمان عملت لهم الغدا وانا واقفه. عايزه اقول لكم بقى، ما انا يعني هعمل التفريزات دي ولسه هقف اطبخ؟ لا، يا دوبك عملت شويه مكرونه وقليت بقى من الستريبس اللي انا لسه كنت عاملاه معاكم. وعايزه اقول لكم ان انا معرفتش اصور معاكم بقى اخر لقطه، التليفون بتاعي قال لي يا ست الكل مساحتك خلصت. والله بنات عايزه اقول لكم ان انا بصور فيديو يعني انا مثلا صورت النهارده فيديو، ما اقدرش اصور التاني غير لما امنتج الفيديو وانزله احمله، وبعد كده امسحه من على التليفون وارجع اصور غيره. إيه معرفش ليه التليفون بتاعي مساحته ليه بقت كده. بس قالوا لي يعني كل ما التليفون بيجيله تحديثات كل ما بياخد من مساحة التليفون، فما بقاش عندي مساحة خالص. فادعوا لي ربنا بس يرزقني كده وهجيب واحد قريب بإذن الله. تمام. هنلم دنيتنا بقى، عندك جارة عندها طيور، عندك اي حد كده بتديله اكل الطيور ما ترميهاش يا حبيبة قلبي في الزبالة، ده ثواب من عند ثواب لربنا سبحانه وتعالى، انك انت يعني يعتبر صدقة ويعتبر ثواب. فاهميني؟ الصدقة والثواب مش فلوس بتطلع بس، انت ممكن تأكلي العصافير، ممكن تحطي شوية مية العصافير، شوية اكل القطة، حاجات كتيرة جدا بتتحسب لك ان هي صدقة. وخلي بالكم ان الصدقة بتفك الكرب. ربنا يفك كربنا جميعا يا رب ويرزقكم بكل ما تتمنوا. بصوا بقى بنات، انا لميت الدنيا كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ بقى واحدة واحدة كده اغسل. عايزه اقول لكم خلصت الدنيا، انا صاحيه من بدري. اللي هو ايه يعني انا صليت الفجر وعايزه ادخل على المطبخ، بس اللي هو هكركب الدنيا، وطبعا انتوا عارفين صوت المواعين وتشيلي وتحطي وتكسري والكلام ده كله. فده كله هيعمل صوت، وطبعا كله لسه نايم والجيران نايمه ومش عارفه ايه. فقلت لا، اتلمي شويه وابقي ايه على الساعه 8 كده قومي واعملي كل اللي انت عايزاه. هيكون اللي راح مدرسته راح، واللي راح كليته راح، واللي راح شغله راح. صليتوا بينا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عدد كمال الله وعدد ما يليق كمال الله. عايزه اقول لكم ان انا والله العظيم يا بنات متفشفشه متفشفشه فشفشه مش عارفه بيقولوها ايه. بس بجد متدشدشه. وكمان عماله كده بيحصل لي حاجات غريبه. يعني حصل معايا موقف الساعه 4 الفجر والله العظيم، بس ده مش هينفع اتكلم معاه هنا خالص. هعمل لكم فيديو كده، يا اما هطلع لكم بس كده واوريكم قله الادب وقله التربيه وقله الاحترام مش لاقيه. يعني عايزه اقول كلام كتير في حقها، والله العظيم ثلاثه يا بنات. عايزه اقول كلام كتير في حقها. إيه، بصوا خليني اقول لكم في الفيديو تاني، لان انا عايزه احط لكم سكرينات
بالحاجات اللي وصلتني، او بالحاجات اللي اتقالت لي، او بالعروض اللي اتعرضت عليا، تخلي اي ست، والله ده تحذير تحذير تحذير، تخلي اي ست ما عندهاش ايمان، ما عندهاش آم، صبر، ما عندهاش، مش عارفه اقول لكم ايه يعني، شخصيتها مهزوزه. ممكن، بصوا انا رايحه في اخر الشقه عشان اعرف اسجل الصوت وما اسمعش بتاع بصل ولا بتاع طماطم ولا، ورغم ذلك جالي من الشارع اللي ورا. اه والله العظيم، اقول ايه بس. يلا ربنا يرزق مش كل حد يا رب برزقه. المهم بقى ان انا مش عارفه الناس اللي انا عايزه احط لكم سكرين والله العظيم، بس انا نسيت ان انا وانا بمنتج احط سكرين، كنت كلمتكم في الموضوع ده دلوقتي. بس عايزه اقول لكم خلي بالكم كويس جدا، لان في حاجات كده، في ناس كتير قوي قوي ما عندهاش ضمير، ما عندهاش دم، ما عندهاش اخلاق، ما عندهاش تربية، ما عندهاش كل حاجة ممكن تخطر على بالكم. بتدخل في حياتكم كده لاسباب، فاهميني؟ وما شاء الله انا طول حياتي بقابل ناس كده ما عندهاش ضمير. ف يلا الحمد لله، ربنا يا رب يعافينا مما ابتلى به غيرنا. ان شاء الله الفيديو الجاي انزل لك سكرينات بالحاجات اللي اتبعتت لي، واوريكم ان في نماذج كتير جدا جدا ما عندهاش اصل، ولا عندها دين، ولا عندها نخوة، ولا مش عارفة اقول ايه، اقسم بالله ما عارفة اقول ايه. يلا، حسبي الله ونعم الوكيل. استنوني الفيديو الجاي والله العظيم هوريكم صدمة صدمة، اقسم بالله يا بنات صدمة. يلا، المهم هنا بقى انا قسمت المواعين بتاعتي بحيث ان انا اقدر ان انا اخلصها، يعني ان انا ارتب كده دنيتي، والحوض بتاعي يفضى بسرعه، ان انا بصراحه وانا داخله المطبخ كده اللي هو ايه، ادخل واطلع، انا من بالليل عايزه اخلصها، بس ما قدرتش والله العظيم، اللي هو انا مش قادره ان انا اقف، خلاص تعبت، وطول النهار واقفه على رجلي من غسيل لترويق لمواعين، ولوحدي بنتي في كليتها، فاهميني بقى اللي هو انت يا رشا مطحونه مطحونه. فقمت بقى قلت لا خلاص، خلي المواعين دي الصبح، انا مش هقدر بجد ان انا ادخل تاني المطبخ، ولا حتى ولادي بالليل بيقولوا ماما ادخلي اعملي لنا حاجه حلوه، قلت لهم ولا حلو ولا وحش ولا حد يجي على سكتي خلاص. غير كده كمان حصل معايا موقف، نزلت من البيت و يعني اتاخرت بره شويه، فجيت بقى اللي هو ايه، انا كنت ناويه بصراحه ان انا اخلص وانا جوه المطبخ اشطب المطبخ بحيث ان انا ما كسلش عليه او حاجه. فلما نزلت وجيت كنت خلاص فصلت، وكنت حاسه ان انا لا، هاتولي السرير يا جدعان، هاتولي السرير، مش انا اللي اروح للسرير، اللي عايزني انا اللي اروح للسرير يشيلني يوديني للسرير. مش قادره، كانت رجلي كمان وجعتني من الوقفه، دراعي كان خلاص، كنت حاسه ان انا يا بنات دراعي ده اتشل. والله العظيم انتوا لو تاخدوا بالكم وانا بغسل المواعين هنا، انا بسند الطبق على الحوض، مش ماسكاه كويس بايديا، خلاص اعصاب ايديا حاسه من الضغط عليها في الدمار في الدمار، والله العظيم مش عارفه ايه ده، عجزت باين عليا والله. الناس بتوصل لسني ده بتبقى في رعية عمرها، انا خلاص بقى بحتضر، انا بحتضر يا جدعان. بس لما رتبت بقى الدنيا كده خلصت المواعين بتاعتي بسرعه، يعني ما خدتش مني وقت، كمان انا كنت مشطبه الشقه من بالليل. عايزه اقول لكم ان انا عارفين انتوا لما بتبقى في معمعه بقى وشغل ومش عارفه ايه، والله العظيم يا بنات انا فعلا فعلا بتعب جدا في. بصوا الروتين ده مش مجرد روتين انا بقوم اعمله، انا عايزه اقول لكم ان انا من كتر التفكير ان انا هقوم اصور ايه تاني يوم، يعني انا عملت الروتين ده مش عارفه اعمل ايه، يعني اصور لكم ايه، خايفه ان انا اعمل لكم الفيديو اللي انا كنت ناويه عليه بتاع تفريزات اللحوم، تملوا وتزهقوا كل يوم تفريزات يا رشا، كل يوم اكل، وكل فاهميني. عايزه اغسل التلاجة، وعايزه اظبط الديب فريزر بتاعي متكركب بطريقه غير طبيعيه، عايزه اعمل لكم فيديو كده. في ناس كتير مش حابه الروتين، ومش عارفه، بفضل افكر طب اعمل ايه، اعمل ميزانيه ايه، طب انزل اشتري ايه. عايزه اقول لكم انا فلست، اه والله العظيم يا جدعان فلست، انا مصروفي باليوم يا جدعان. وخلاص الميزانيه معايا بصراحه خلاص خربت بقى، خربت، وعايزين نوقف شويه كده ونعمل روتينات علشان خاطر يعني نعمل اكل يومنا بقى من التفريزات الحلوه اللي احنا عملناها. طب انت يا رشا فرستي فراخ، انت كل يوم يا رشا هتاكلي فراخ؟ طبعا لا، مفيش حد في الدنيا كل يوم بياكل فراخ. انا فرست معاكم 11 وجبه تقريبا، 11 وجبه. كان في يوم كمان انا عملت فيديو تاني وما تصورش، يعني التليفون كان عليه فيروس
والفيروس هكر لي يعني الكاميرا شغاله ولكن مش بتصور. كنت عامله شاورما، وكنت عامله ستريبس، وكنت عامله كذا حاجه كمان غير الفيديو بتاع امبارح. تمام. فلما انا اللهم صل على سيدنا محمد، بعد ما خلصت تصوير يا بنات بجيب الفيديو عشان امنتجه، لقيت ان هو ما اتصورش. بصي بقى، تخيلي كده انك انت تعب يوم كامل بجد، بتحاولي انك انت تجتهدي عشان تطلعي حاجه كويسه، وفي الاخر انك انت بتلاقي ان الفيديو ما تصورش، وضاع عليكي فيديو حلو قوي ممكن يجيب لك مشاهدات حلوه. طبعا قدر الله ما شاء فعل. آه، ربنا اكيد 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 مش حابب ان الفيديو ده ينزل لاسباب الله اعلى واعلم بيها. بس لما بتتعبي بتحسي ان انت ومثلا تلاقي تعبك ده اتبخر راح على الارض، بتحسي ان انت مش متشافه. بتحسي خاصه بقى بنات لما بتعب قوي في فيديو ومبلاقيش مشاهدات بزعل جدا. انا عارفه طبعا الرزق ده بايد ربنا سبحانه وتعالى، لو بايدي ولا بايدك، ولو كان الرزق بايد بني ادم شخص لشخص ما كانش حد رزق، والله ما كان حد رزق، لان الشخص ما بيحبش الخير لغيره. ناس كتير ما الا من رحم ربي طبعا. معلش انا عايزه اقول لكم زوري خلاص، خلاص بجد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بصي يا ست الكل، ناس كتير قوي مريضه والله العظيم بتدخل حياتنا بمرضها، ومش مريضه جسديه، لا مريضه عقليا وقلبيا، يعني غليظه القلب، ما بتحبش الخير لغيرها، ما بتحبش يعني. انا في مجالي ده كيوتيوبر بتمنى دايما ان انا كل يوم انزل فيديو، عايزه انجح في المجال، عايزه اوصل لمكانه كويسه فيه، عايزه اقبض، عايزه حاجات كتيره جدا. يمكن الشهرين او الثلاثه اللي فاتوا حققت فيهم شغل حلو والحمد لله، فضل ونعمه من ربنا. تخطيت حاجات كتير في القناه، وعايزه اقول لكم قسما بالله انا بيتعرض عليا عروض لو واحده غيري ما اقصدش هين حد، بس لو واحده ضعيفه هتقبل وقناتها هتوصل قسما بالله، هتجيب في اليوم مثلا 200 100 الف مشاهده، الكلام ده كله. بس انا مش عايزه اوصل كده، يعني مش عايزه كده. بصوا هنا انا بحط كلوريكس الوان على فكره على البوتاجاز. تمام. كنت عايزه اشيل العيون اغسلها، هي نظيفه بس انا كنت عايزه اشيلها اغسلها بصراحه. وعايزه اخد ازاز البوتاجاز لانه كده مضايقني، عايزه اخده. انا عندي زي هنا فاضل حرف كده صغير عايز يتشال بالازاز عشان يركب تاني، عشان المكان يعني لو قلت لكم ممكن اقل من 2 سنتي عايزين يتقصوا من الازاز، فمش عارفه اقصه ولا لا. انا مش عارفه، محتاره يعني. تمام. فكل شويه بقى ايه، امسك الحيطه دي لو حاجه طرطشت عليها بالسلكه وشويه الكلوريكس وافضل اغسل. عايزه اقول لكم بقى ايدي مش عايزه، بصوا تعبت انا متكسكره. بس فعايزه اقول لكم ان الرزق ده بتاع ربنا، لو محكوم من شخص لشخص محدش هيرزق. هتضطري ان انت تضغطي على نفسك في حاجات انت مش عايزاها، هتضطري ان انت تقبلي بحاجات لا هي من تربيتك ولا هي آه، من شخصيتك، ولا فاهميني الكلام ده كده يعني. فبجد الحمد لله الحمد لله ان في رب اسمه الرزاق، هو اللي بيرزقني وبيرزقكم، ومفيش حاجة بإيديكم انت، يعني رزقك ده لو مكتوب لك على ايد عدوك هيجيلك والله، حتى لو على ايد عدوك هيجيلك غصب عن انف الحاقدين والحاسدين والكارهين، وكل حاجة ده مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى. مش انت اللي بتقوليه ومش انت اللي بتحدديه. فدايما خلي عندكم كده يقين بالله عز وجل، وخلوا عندكم امل ان الحاجه اللي انتوا بتعملوها ربنا هيأجرك عليها، حتى لو انت مش فاتحه قناه، او حتى انت ما بتشتغليش بره، وانت بتؤجري على وقفتك في المطبخ، بتؤجري على مراعاة بيتك وزوجك واولادك، بتؤجري على حاجات كتيره جدا في حياتك. فدايما كده حبي، زي ما بيقولوا كده، كان احمد حلمي بيقول لا بيقول ايه، حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. فانا بحب جدا شغلي، بحبه بجد. مش معنى ان في ناس مش بتحبني، او في ناس بتغير، او في ناس بتحقد، او
ان انا ممكن اقفل قناتي او انا ازهق من التصوير او انا اتجه لطرق كده. والله العظيم تلاتة لو وريتكم اللي جالي يا لهوي مش قادرة اصدق من ساعتها، والله العظيم اللي اتعرض عليا الفيديو اللي جاي. والله العظيم انا هطلع كده من غير شغل واقعد معاكم على الكنبه بقى. فاهمين انتوا فيديو الكنبه ده؟ انا هعمل لكم اخيرا هعمل لكم فيديو الكنبه. هقعد كده على الكنبه واوريكم السكرينات واحكي لكم يعني والله العظيم تلاتة. غير ما انتوا لو دخلتوا عندي على التعليقات في كام فيديو ورا كده، كان في فيديو ورا كام واحد جاي لي عليه تعليقات كده وعروض. إيه، انا ما مسحتهاش، ما مسحتش التعليقات والله العظيم. انا اصلا الحاجات اللي زي كده بشيلها بمسحها، وبعمل حظر للي بيبعتها، يعني بعمل حظر من القناه للي بيبعتها. المره دي والله العظيم مش عارفه، انا نسيت اصلا اشيلها. فلو لفيتوا كده في الفيديوهات اللي فاتت تقريبا من فيديو او اتنين هتلاقوا التعليقات دي او العروض اللي جايالي. المهم بقى انا خلصت طبعا المعمعه ونزلت وجيت جبت ازازه لبن و اللهم اللبن يا جماعه الازازه دي 2 كيلو ونص بقت ب 90 جنيه. اه والله العظيم بقت ب 90 جنيه. جبت كمان كيلو وربع من الزبده، دي كيلو وربع يا بنات. عايزه اقول لك حلوه قوي، ريحتها تحفه تحفه تحفه. انا متعوده اجيب من الست دي يعني. زبدتها حلوه وما بروحش اجيب من اي شركات بصراحه. يعني مثلا لا تقولي لي شركه مش عارفه مين، ولا انا مجربه ايه، ولا الاعلانات اللي بتنزل دي صدقوني حاجات مش طبيعيه، بتبقى كلها مهدرجه ومش حلوه. فانا متعوده بجيب من ست فلاحه يعني خزين سمنتي، بس انا السمنه بتاعتي بتحتضر. فوانا تحت كده بجيب منها اللبن، قلت لها اديني بقى ايه بالمره كده قالب من الزبده بيبقى كيلو وربع. جبت منها كمان 2 كيلو ونص من البطاطا ب20 جنيه. الكيلو وربع ب10. قالت لي ب10، قلت لها لا الكيلو وربع ب10. قالت لي يلا خدي. المهم بقى ايه، وجبت كده ربطه خس، قلت الخس لسه ناشف كده مش اللي هو اللي تاكليه يعني. فجبت ربطه واحده بس عشان هعمل شويه سلطه كده. وكنت جايبه جبنه قديمه منها برضو، فقلت ايه بحب ان انا قوي احط على الجبنه القديمه خس بيبردها كده لو هي حادقه. تمام. انا مش هرمي الورق، انا هنضفه علشان اعمل بيه سلطه. انا جايبه النهارده بقى ايه، هعمل شويه رز كده ابيض، وجايبه سمك مشوي. لا، مش قادره، ما حدش يقول لي ما طبختيش ليه، انا ما حدش يتكلم معايا في الطبيخ. انا قلت اجيب بقى النهارده ايه سمك مشوي كده واعمل شويه رز شويه سلطه، والحمد لله فضل ونعمه من ربنا على كده. تمام. ادعوا لاخواتنا المستضعفين في كل مكان، ربنا يجبرهم جبر يتعجب له اهل السماء واهل الارض، اللهم امين. يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم وابويا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. وادعوا يا جماعه لكل الاموات بالرحمه فضلا منكم وليس امرا. وادعوا لكل مريض، لان في مرضى والله محتاجين الدعاء. ادعي بظهر الغيب لاخواتك المسلمين علشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يوهب لك الملائكه اللي تقول ولك بالمثل. يعني احنا في امس الحاجه ان احنا ندعي لبعض، ندعي لبعض ان يبعد عنا اولاد الحرام. ندعي اهم بقى دعوه ان يبعد عنا اولاد الحرام، لان اولاد الحرام كتروا كتروا قوي قوي. هنا بقى هنقع البطاطا لان كانت كلها طين. فانا عايزه انقع. هنا ابني بقى يقول لي ماما قشري لي بطاطايه، بيعشقوا البطاطا كده. فانا مش بشويها كلها، بسيب يعني ايه حوالي كام واحده كده ياكلوها وهم قاعدين، وبشوي الباقي بقى ياكلوها سخنه. عايزه اقول لك والله العظيم اللي مشويه من كتر البطاطا ما هي مسكره وحلوه. الحمد لله فاضل وحدتين بس. انا عن نفسي كلت منها حوالي اتنين. اول ما طلعت من الفرن لما يعني وانا بصور معاكم كده كسرت واحده دي اكلتها. وبالليل رحت اكله كمان واحده. يلا ما هو انا خلاص، انا والله العظيم تخنت وبقت حالتي ما يعلم بالله ربنا. وعايزه ارجع اعمل ريجيم تاني، عايزه امسك نفسي، وليالي الشتاء الدافئه جايه. وهنشرب المشروبات السخنه اللي بتطخن، وانا ما بقدرش اقاوم. عارفين انا بقى طول الشتاء كاكاو حلبة لا حلبة لا كاكاو سحلب حم الشام اللهم صل على سيدنا محمد. الحاجات بقى الدافيه، خدي بقى حاجات دافيه وحاجات حلوه والشتاء ده لبنه بيبقى حلو قوي ومسكر، فانا بحب بقى اشرب بيه كل اي حاجه في اي حاجه. فاهميني؟ فبتلاقوني بقى ايه فاتحه على الرابع، لا على الرابع ايه، على العاشر. بصوا هنا بقى هنعمل بقى معاكم شويه السلطه كده. وعايزه اقول لك على حاجه، بقى انا عايزه اقول لك على حاجه، انت لازم تحطي لايك. انا بقول لك اهو، تكتبي لي كومنت حلو كده زيك.
وتشجعيني، مش فيديو الروتين ده ملاقيش فيه اي تفاعلات كده وازعل واحبط واكتئب. والله العظيم بزعل واحبط كده، واحس ان انا ايه ده، انا بتعب على الفاضي ولا ايه؟ فين العيال، فين البنات، فينكوا يا جدعان؟ فالمهم بقى ان لازم كده ايه، تحطوا لي لايك حلو كده من قلوبكم. واللي ما اشتركتش في قناتي مستنيه ايه؟ قولي لي بالله عليك، انت مستنيه يا ست الكل؟ اشتركي في القناه وفعلي الجرس، هتشوفي معايا روتينات حلوه، هتشوفي معايا وصفات حلوة. وصلت معاكم لنهاية الفيديو، بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.